شفت الشاب ده عمل ايه بعد صلاة الجمعة وبعدها ربنا كرمه؟ شوف كده. خلص صلاة الجمعة وجاي اقول لك على دعاء هيخليك غني في خلال اسبوع واحد. صدقني الدعاء ده عن تجربة شخصية انا نفسي دعيته. بالصدفة بقلب في ريلزات لقيت واحد وزوجته مقدمين محتوى ديني على السوشيال ميديا وبيقول لك لو عايز رزقك يجي في خلال اسبوع في دعاء مهم. انا بصراحة قلت اجرب. عايز اقول لك ان انا قلت الدعاء ده، بس هو شرط ان الدعاء يتقال بعد صلاة الجمعة على طول. وانا قلت هجرب، ولو جربته وجاب نتيجة ان شاء الله قلت انا لازم اعمل فيديو لعله يكون ثواب ليكوا ويكون لحد محتاجه فعلا ان هو يدعي الدعاء ده. انا كاتبه في ورقة وحطه على طول في المحفظة عشان ما انساهوش. الدعاء ده بيقول لك بتقوله بعد صلاة الجمعة على طول 4 مرات، ربنا هيرزقك في خلال الاسبوع ده. الجمعة الجاية مش تيجي عليك غير ربنا كرمك ومعاك فلوس. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. تردد الدعاء ده 4 مرات بعد صلاة الجمعة، ربنا هيرزقك وهيرضيك. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا ما كان معايا فلوس والله العظيم وقلت الدعاء ده وما جاليش طبعا في يوم الجمعة، والله العظيم يوم السبت قسما بالله يوم السبت لقيت ربنا كرمني ومراضيني الحمد لله. تمام. ودي تعتبر تاني او غالبا تالت جمعة هردده، وان شاء الله ربنا هيكرمني وهيرزقني وهيعدي لي اي صعب باذن الله. انا بس حبيت ان انا اقول لكم حاجة مفيدة تفيدكم ولعله يكون خير وسعادة عليكم كلكم يا رب. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم امين.